هاي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم خلود، والنهارده انا هتكلم على حاجه. آم، هو verb معروف جدا بترجمه، ولكن انا هديكوا الاستخدام بتاع ال everyday language في ال native American language. اوكي، هو شبهه كترجمه حرفيه، ولكن البيت دي معنى تاني. وهو الاول قبل ما انسى، ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، وتابعوني على كل السوشيال ميديا: يوتيوب، انستجرام، فيسبوك. واللي سألني في تيك توك، يس في تيك توك، بس انا مش اكتف قوي على التيك توك، بس يو ويل فايند مي على التيك توك. هحاول ابقى اسيب لكم اللينك التيك توك. وبس كده. طيب، الاكسبريشن بتاعنا هو كول حاجه، كول ات. اوكي. طيب، كول هتقولي لي كول يعني يتصل بحد في التليفون، يس. وكول يعني ينادي على حد، يس. وكول يعني يدي حد اسم، to call someone مثلا a friend او حاجه، يناديه باسم او يديله لقب معين، برضو يس. لكن انا النهارده هتكلم على معنى مختلف عن كل المعاني دي. هديكوا situation عشان تفهموا انا قصدي اقول ايه. لما اجي مثلا انا ماشيه مسافره بالعربيه، وحاسه ان البنزين قرب يخلص، او بقالنا كتير ماشيين، فانا بقول للي سايق، بقول له انا خايفه البنزين يخلص، بس I don't wanna call it. اوكي، يعني ايه؟ مش عايزه استدعي هنا بمعنى ايه؟ يعني مش عايزه اجيب سيره الحاجه لا تحصل. عارفين لما بنبقى بنتكلم مع بعض واللي يخاف من العفريت يطلع له؟ عارفين الاكسبريشن ده او المعنى؟ يعني خلينا نقول ده ان انت يعني تجيب سيره حاجه فتروح حاصله. اوكي، احنا بالمصري بنقول ينبر في الحاجه. اوكي، فهي بمعنى كده ان انا مش عايزه اجيب سيرتها لا تروح حاصله، وفعلا ممكن تحصل فعلا بجد. اوكي، فهتلاقوا الاجانب دايما يقول لما يجي يتكلم مع حد على حاجه انا حاسس انها هتمطر، I don't wanna call it. اوكي، او انا عايزه اقول لك مثلا انا متوقعه حاجه هتحصل، فاجي اقول مثلا لواحده صاحبتي على فكره هتمطر، I'm calling it from now. يعني انا هو I'm calling it، يعني انا بجيب سيره الموضوع عشان انا متوقعه انه هيحصل وفعلا ممكن يحصل. فcall it whether هتستخدمها بقى past present negative positive in general معناها يستدعي طاقة الحاجة بحيث انه ممكن الحاجة دي تحصل. بالمصري يا جماعة ينبر في الموضوع، تقعد تجيب سيرة الحاجة، تجيب سيرة المشكلة لحد ما تلاقيها راحت حاصلة فعلا. هو ده الاكسبريشن بتاع النهاردة. الاكسبريشنز دي يا جماعة دي حاجات everyday language، عشان كده انا ما بديكوش المعنى اللي هو الليترال اللي موجود في الديكشنري، لازم اشرحه لكم في السيتويشن، لان المعنى اللي في الديكشنري مش هتلاقوا المعنى ده اصلا في الديكشنري. اوكي، ده عايز حاجه من نيتيف سبيكر، لان ده اللغه الانفورمال بتاعت الحياه اليوميه دي مش هتلاقوها غالبا في الديكشنريز. فعلشان كده بضطر اشرحها لكم في سيتويشن. ما تستغربوش ان انا بدي سيتويشن شرح، لانه انا مش هعرف اديكم المعنى هي بالظبط يستدعي، ده المعنى الحرفي. لكن ايه المقصود بيستدعي دي؟ لان ليها معاني كتير زي ما بقول لكم. يجيب سيره الحاجه ويبص يلاقيها راحت حاصله بقى عشان هو جاب سيرتها، نقدر نقول بيستدعي طاقتها بقى، يعني ايا كان انتوا بتسموها ازاي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير وكل السوشيال ميديا. اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.